كيف نشوفوا الفرينة وبجنبها باكو سميد، زعما شنو باش يكون عشاء الليلة؟ تابعوا معايا الفيديو وطلعوا شنو تبارت الليلة. هونيكيا بالكيس هذيك عملت قد كيلة السميد قد كيلة الفرينة، وبطبيعة معاها باكو خميرة فورية، معاها رشيشة ملح ورشيشة سكر، ونخلطوهم بالفوي باش نتحصلوا على القوام اللي حاجتنا به. بعد ما تحصلنا عليه نتبعوها بالماء الدافي لين نتحصلوا على القوام اللي حاجتنا به. وبالنسبة للناس اللي سألوني قديش العجينة تهز من كيلو، راني اليوم عبيتها تهز كيلو أكاهو، لا أكثر ولا أقل. أي هونيك يا سيدك بعد ما تحصلت على العجينة اللي حاجتي بها حطيتها في العجينة وعجنتها لي في عقلها. بالنسبة للعجينة من الأول لازمك تحطها على واحد، تتبعها بشوية حتى لين توصلها لنمرو 3. وقت اللي تحس العجينة وصلت للتكستير اللي حاجتك بيه، ولي حسيت كيف اللي العجينة جيتني جارية شوية. ماكم تعرفوا الفرينة فما اللي تشرب وفما اللي ما تشربش، وليت زدتها شوية فرينة وعاودت حليت عليها. وهوني بعد ما تعجنات عملنا لها نكيتة زيت، غطيناها بالمنديل وخليناها تخمر مدة ساعة كاملة. مشيت نحضر في الحشو متاعي، وبالطبيعة اللي وصل معايا للدقايق هذوما اكيد راهو بدا يطلع شنو العشاء متاعي. وكانك طلعته هنيكية اكتب لي دقايق واكتب لي شنو العشاء وقتاش طلعته. اي هنيكية بعد ما طيبنا هذيك الحشو بالبصل والفلفل والطماطم الكعب والمعجونة، فوحناهم باللفاحات نكيتها ما رجعت للعجينة لقيتها خمرت، عطيت هذيك البنية السمحة المزيانة باش خرجت منها الهواء، وبديت نحلك بالكعيبة فوق الرخامة، وحطيتك شوية هريسة على هذيك الحشو، سكرتها بالباهي باش ما تتحليش في الطبق متاعي، وطيبتهم وريحتهم بنة عالمية. كما يقول المثل الدار اللي فيها ريحة المطبقة أعرف اللي هي معمرة بالخير والبركة. أي هونيكي العجينة هيكي ما شاء الله طيحت لي 10 كعيبات، حش عويناتكم، لكن بسم الله ما شاء الله ملحقتش نصورهم. الكعيبة اللي تطيح يهزوا ياكلوها صحة وبشفاء ليهم. وبطبيعة صغيراتي ما عملت لهمش بالحشوة هذه، حشوة أخرى على خاطر هذية حار عليهم ياسر. أي هوني وفا نهاري، وتوا متبقى كيما نقولكم باي يا حلوين.